ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه بقى هنعملها مع بعض في رمضان ده ان احنا هنعمل في البيت السمنه البلدي كده الجميله بتاعتنا. هنعملها في البيت طبعا اضمن من بره بكتير. هنعملها من ايه؟ هنعملها من وش اللبن، القشطه اللي بتطلع من اللبن بس كده. حوشيها بقى عندك في الفريزر لحد ما تكوني مثلا كميه كده محترمه. النهارده بقى هعلمك ازاي تعمليها زبده وسمنه الاتنين. يلا بينا بقى على الفيديو، متنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. شايفين الحلاوة؟ يعني شايفين الحلاوة بتاعت السمنة؟ طبعا بقى سمنة بيور مش مغشوشة زي بتاعت بره، بجد تحفة وبتخلي طعم الأكل في حتة تانية خالص. طب يلا بينا بقى هنبدأ مع بعض. دي قشطة أنا كنت مجمعاها. طبعا دي من وش اللبن عادي جدا. ونحتاج معاها مية ساقعة ساقعة قوي، ومعاها كمان تلج. بس كده، هي دي المكونات. وطبعا الكبة، ويعني كل ما الكبة تبقى أكبر كل ما هتنجز معاكي أحسن طبعا من الكبة الصغنونة. هنجهز بقى الكبة بتاعتنا ونحط فيها القشطة. نحط مع القشطة كوباية مية، بس الحتة دي ما اتصورتش للأسف، بس يعني هنحط مع كمية القشطة دي كوباية مية، كوباية ونص، حسب ما انت عايزة، مش تفرق في أي حاجة خالص. بعد كده بقى هنتج بقى ان احنا هنشغل بقى الكبة بتاعتنا على أول سرعة، بعد كده على السرعة التانية. حبة حلوين بقى، نقعد بقى نشغل لحد بقى ما القشطة بتاعتنا بقى حبة حبة كده هتلاقيها ان هي بتتقل معاكي. تتقل سيكة في التانية في التالتة هكذا. وانت هتشوفي كده بعينك ان هي كل شوية بتتقل. يعني بصوا هنا هتلاقي القوام بتاعها مش زي اول الفيديو خالص. هنا القوام بتاعها خلاص بقى، يعني شايفين بيتقل كده شوية، بيمشي بالراحة شوية في الكبة. شايفين هنا؟ انا حبيت اصور لكم يعني على قد ما اقدر، يعني تبقى الحاجه تبقى باينه قوي قوي قوي، عشان اللي اول مره هيسيحها ما يبقاش قلقان ويبقى عارف الخطوات خطوه خطوه. بصوا هنا القوام بتاعها بقى تقيل ازاي. وهكذا بقى نقعد بقى نضرب في الكبه نضرب في الكبه على اول سرعه، بعد كده على السرعه التانية، لحد ما هتلاقيها تتقل 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 لحد ما في الاخر هتفصل معاكي وهتخرز. يعني ايه هتخرز؟ شايفين هنا؟ هتلاقي القوام بتاعها بقى ايه؟ ميه على الكور بتاعه الزبده، زي كده بالظبط. ده بقى مثلا بعد مثلا ضرب ربع ساعه ولا حاجه. هنا بقى بصوا، هي دي الزبده. ده بقى القشطه بتاعتنا فصلت بقت الميه لوحدها والزبده لوحدها. كل الحاجات الأمورة الحلوة دي، الخير اللي عملناه في البيت ده، من حبة قشطة بس. كل ده زبدة بيور انتي عاملاها بإيدك في البيت، أحسن من بره بكتير. فاللي عايزها تبقى زبدة بس. كده احنا خلاص خلصنا الزبدة بتاعتنا، وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. بس الزبدة فيها طبعا نسبة كوليسترول عالية شوية، فالناس بقى اللي عندها مشاكل في الكوليسترول فبلاش الزبدة، خلينا احسن في السمنة. هنصفي بقى الحاجات اللي في الكبة دي. بصوا بسم الله ما شاء الله طلعت قد ايه. يعني احنا كده كده اصلا كلنا بنجيب لبن، فاول ما تصحي من النوم كده بقى تلاقي وش اللبن بقى كده محترم كده وحبة حلوين. جمعي بقى في علبة عندك بقى كده، هتبقى نضيفة طبعا وتبقى كويسة. وهتلاقي بقى هتعملي الخير ده في البيت طبعا طريقة مضمونة واحسن من بره بكتير. بعد ما صفيناها بقى هنجهز ميه فيها تلج تبقى ساقعة جدا. وهنعمل ايه بقى؟ هنمسك بقى الزبدة بتاعتنا دي بقى كده، هنكورها كده زي ما انتم شايفين، عشان كده احنا بننزل منها باقي اللبن. شايفين؟ بطريقة سهلة وسريعة وما خدتش مننا اي وقت خالص. وهننزلها على طول في المية اللي فيها تلج. وهكذا بقى لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. كده احنا بننزل منها المية وبنكورها عشان تبقى كورة كده مع بعض. وبننزلها في المية زي ما انتم شايفين كده. طيب بننزلها في المية ليه؟ عشان تتغسل وتبقى نظيفة وتبقى كده نزلت كل اللبن اللي فيها. طيب المية بقى البيضة دي او اللبن ده بقى، الناس اللي بتعمل قرص على طول ممكن تستخدمه، بيبقى طعمه تحفة جدا جدا في القرص. بعد كده بقى هنمسك الزبدة بتاعتنا بقى، هنغسلها كويس جدا وهننزل منها اي لبن زيادة. شايفين؟ طريقة سهلة وسريعة وانتي عاملاها في البيت، وطريقة مضمونة وزي الفل. بعد كده بقى هنكورها كده بقى وهنصفيها من اي ميه. ودي تبقى الزبده بتاعتنا. فاللي عايز يعمل زبده بس هيقف لحد المرحله دي. اللي عايز يعمل مثلا حبه زبده وحبه سمنه ممكن نقسم الكميه مثلا على اتنين، ونعمل حبه زبده وحبه سمنه. بس زي ما اتفقنا لو حد عنده مشكله في الكوليسترول بلاش، احسن زبده. خلاص كده خلصنا، ويبقى كده احنا خلصنا الزبده. هنجيب بقى حلة، الحلة دي احنا مخصصينها يعني عندنا في البيت كده لتسييح السمنة بس. هنحط فيها بقى الزبدة بتاعتنا. دي كده الزبدة. هنحول بقى الزبدة لسمنة.
فهنحطها كده على نار عاليه الاول عادي خالص. بعد كده بقى اول ما تسيح بالمنظر ده هنوطي النار. شايفين النار واطيه ازاي؟ زي ما مثلا بنوطي مثلا النار على الرز لما مثلا بيشرب الميه بتاعته، نفس كده بالظبط. هنقعد بقى نقلب فيها. اهم حاجه بقى التقليب المستمر عشان ما تلزقش في الحله وتحسي ان فيها ريحه شياط. والابيض اللي في السمنه ده او في الزبده ده دوت هيبقى في الاخر المرطه، هينزل تحت كده في الاخر وهيتحول الى مرطه. اهم حاجه زي ما اتفقنا التقليب المستمر. شايفين كده الريم الابيض ده خلاص كده مش موجود، هينزل تحت زي ما اتفقنا وهيتحول الى مرطه. طريقه سهله وسريعه واي حد يعرف يعملها في البيت، اضمن بكتير 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 من بره. بصوا بقى هنا خلاص كده كانت السمنه قربت بقى ان هي تبقى جاهزه معانا. شايفين ما خدتش مننا اي وقت خالص. بسم الله ما شاء الله. بحبه قشطه في اللبن اللي احنا كل يوم بنجيبه هنعمل زبده وهنعمل سمنه، بدل بقى اللي تبقى من بره بقى اللي تبقى مغشوشه دي بقى وتحط لها حاجات كتير والله اعلم اصلا معموله من ايه. شايفين كده خلاص قربنا خالص خلاص. بصوا كده لما مثلا بنشيل الوش اللي من فوق ده بنلاقي السمنه خلاص كده موجوده خلاص يعني تحت. الوش ده بقى دلوقتي هينزل تحت ويتحول الى مرطه. في ناس كتير برضو بتحب المرطه بس برضو هي فيها كوليسترول فبلاش يعني عشان طبعا بقى صحتنا وكده فبلاش احسن. بس خلاص قربت معانا وهتبقى زي الفل وهتبقى جميله بجد. بتبقى طعمها احلى من السمنه اللي بنجيبها من بره بكتير بكتير. انا مجربه دي ومجربه دي بجد بتخلي الاكل في حته تانية خالص. شايفين كده خلاص قربت خالص. كل الابيض ده زي ما اتفقنا هينزل تحت وهيتحول الى مرطه. خلاص كده شايفين السمنه خلاص خلصت معانا ودي المرطه اللي احنا قلنا عليها. بس اوعي المرطه تغمق منك عن كده، لازم تبقى لونها اللون الذهبي ده بس. اوعي تغمق منك عن كده. وكده احنا خلاص خلصنا السمنه بتاعتنا وبقت جاهزه معانا وبقت زي الفل وريحتها حلوه قوي قوي قوي. بعد كده بقى هنسيبها شويه بس لحد ما تهدى وبعد كده هنصفيها. خلاص كده خلصنا. بسم الله ما شاء الله لونها تحفه وريحتها حلوه جدا 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 وخلصناها ما خدتش مننا وقت وعاملينها في البيت بطريقه مضمونه وجميله قوي قوي قوي. شايفين؟ يلا قومي بقى تشجعي بقى كده واعمليها قبل رمضان عشان تبقي كده خلاص بقى عندك سمنه بقى طول شهر رمضان تعملي بيها اللي انت عايزاه. ودي كده خلاص المرطه بتاعتنا زي ما اتفقنا. وخلاص كده خلصنا الفيديو وعملنا السمنه بتاعتنا وجهزناها من حبه قشطه عندنا في البيت. لو عجبك بقى الفيديو متنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. عملنا مع بعض السمنه والزبده، اللي عايز دي ماشي واللي عايز دي ماشي. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبك. هتوحشوني جدا جدا الفيديو الجاي. باي باي.